مي انا مش عارفه اعمل ايه، ابني كذاب جدا وكل حاجه بيقولها كذب. طب قولي لي مثال على اخر مره كذب فيها. امبارح سالته قلت له عملت الواجب ولا لا، قال لي عملته ولقيته ما عملوش، فزعقت له وانفعلت عليه للاسف جامد جدا وخدت منه الموبايل وحرمته منه. طب انتي تفتكري ممكن يكون كذب ليه؟ مش عارفه، هو كده. طيب بصي خليني افهمك ايه اللي حصل فعلا. ابنك عارف انه مش عامل الواجب، وعارف كمان انك لو عرفتي هتزعقي له وهتعاقبيه، ففكر في نفسه، قال لو قلت الحقيقه هتزعق، ولو كذبت يمكن الموضوع يعدي، فهو اختار الكذب عشان يحمي نفسه من رد فعل. يعني المشكله مش ان هو كذاب، المشكله انه خايف منك، خايف من الزعيق والصريخ، العقاب القاسي، انه يتحرج او انك تجرحيه، وخيبة الامل اللي بيشوفها في عينيكي. لما تتعاملي مع الكذب بالزعيق والصريخ انت كده بتعلميه حاجه غلط، كانك بتفهميه ان الصدق خطر وان الكذب هو الامان، وده بيخلي العلاقه بينكم مبنيه على الخوف مش على الثقه. عايزه ابنك فعلا يبطل كذب؟ غيري رد فعلك، بدل ما تقولي له انت كذاب قولي له انا حاسه ان في حاجه حاصله وانت مش بتتكلم معايا عليها، تعالى وفهمني ايه اللي حصل. بدل ما تعاقبيه وتعملي له حاجه زي كده، اقعدي اتكلمي معاه وافهمي منه، قولي له ايه اللي خلاك تحس ان انا ممكن اعاقبك او رد فعلي يكون جامد، او ايه اللي خلاك تحس انك مش قادر تقولي الحقيقه. لما تخلقي بيئه امنه للصدق بعد كده هيجي يقولك اي حاجه بسهوله حتى لو غلط. لما تعاقبي الصدق هيفضل يكذب عشان يحمي نفسه. سيبيلي كومنت بيرن اوت فري كورس وهبعتلك كل التفاصيل على الفري ويبينار اللي يساعدك تتعاملي مع مواقف شبه دي.